مفيش حاجة اسمها المكالمة جت بالخطأ. في مكالمات بتفتح عليك أبواب من الجحيم نفسه، وأنا هحكي لك دلوقتي عن واحدة منهم اللي بدأت برنة تليفون وانتهت بقبر مش ليه عنوان. لي سونج وو كان شاب في الثلاثينات شغال سواق تاكسي في سيول. ليلة 13 مارس الساعة كانت 1:30 بعد نص الليل. وصلت له مكالمة من رقم غريب. اللي رد قال له جملة واحدة بس بصوت بنت صغير: أنا تحت الأرض مش عارف أخرج، الجو بيدلم أكتر. وبعدين الخط اتقطع. لي سونج فضل مصدوم لكن حاول يتصل بالرقم، مفيش رد. وبعد نص ساعة جاته مكالمة تانية، نفس الصوت. هو قفل الباب ودفني، بس أنا لسه حية. المكالمة كانت مرفقة بموقع GPS. المكان موقف مهجور للمترو اتقفل من 20 سنة بسبب انهيار أرضي. بلغ الشرطة وفعلا راحوا معاه للمكان. المكان كله كان مقفول بسلاسل صادئة، بس لما نزلوا لقوا آثار قدم صغيرة طرية في التراب. وبعد 5 ساعات من البحث في قطية قديمة مهجورة جوه المحطة لقوا صندوق خشب مدفون نصه في الأرض، جواه جثة بنت عمرها حوالي 18 سنة. والمفاجأة كانت ماسكة تليفون قديم في ايديها، والتليفون فيه سجل مكالمات. آخر رقم اتكلمت معاه رقم لي سونج. الطب الشرعي قال إن البنت ماتت من أسبوع على الأقل، بس سجل المكالمات في تليفونه بيقول إنها كلمته من يوم واحد بس. وآخر حاجة اتقالت في المكالمة الأخيرة قبل ما البطارية تفصل: خد مكاني عشان أخرج أنا. ومن يومها لي سونج اختفى. تاكسي اتركن على جنب الطريق، موبايله في الكرسي اللي وراه، وآخر مكالمة عليه من نفس الرقم.